عمرو اديب بيطلع بيبشر الناس بالايام السوداء اللي جايه. طب انا ازاي اروح بلد كل ايام السوداء؟ ويا جماعه كل بياض البيض وسيب الصفار. طب اكل بياض ازاي واسيب الصفار؟ ما انا اصلا لما طقش البيضه الصفار والبياض مع بعض، يعني هفصل ده عن ده ازاي؟ ما هو الصفار مع البياض. لا، كله الصفار بس وبلاش البياض. طب كله بياض بلاش الصفار. ازاي انت هتستثمر في بلد بتاكل رجلين الفراخ؟ يعني ما عادش فراخ، هاكل الرجلين. طب اجي اكل رجلين ليه؟ هو ده الاعلام؟ تاني، الشعب روحه في مناخيره منكم. عيل معفن بنكله، مش عشان هو فقير، كلنا فقراء لربنا. دخل محل كشري، حصل موقف بقى ترند يا جماعه، وابتدى يعمل اغاني. ايه التفاهه اللي احنا وصلنا لها دي؟ ترند ايه وزفت الطين ايه؟ تعالى تتصور معايا، تديني كام تصور برامج لما تطلبوا تدفعوا لي كام؟ مع احترامي للزبالين فوق دماغي وطبقه كادحه محترمه، انما الولد ده دي التفاهه اللي احنا وصلنا لها. خناقه بين عمرو اديب واحمد موسى وبين نجيب ساويرس. قعدنا في الخناقه دي بقى اسبوعين، وبعدين نجيب في الاخر قال لك عمرو حبيبي وصاحبي، احنا اصحاب من زمان. يعني انتوا عمالين تدوخوا البلد كلها، شاتمين في بعض، ده المطبلاتي، لا انت المزمراتي. لا يا جماعه، لازم يبقى في انضباط في البلد. لا لا لا، البلد دي مش ملك حد، البلد دي ملك الشعب، والشعب روحه في مناخيره منكم. تاني، الشعب روحه في مناخيره منكم. ويا سياده الرئيس انا بقول اهو، الناس بتقول كده، روحنا بقت في مناخيرنا. يعني نجيب ساويرس ملياردير، عمرو اديب ملياردير، احمد موسى ملياردير، تمام؟ قال لهم الطبله ناقصه واحد، لا انت الواحد اللي ناقص، يلا يا حرامي يلا اللي استفدت من مبارك. لا يا فندم، لا دي مش مصر. وبعدين نفاجئ السيد وزير العدل عامل لنا رخص قانون، انا اتكلمت فيه قبل كده، انه اللي يتجوز يدفع 30,000 جنيه. لمين؟ عايز اعرف يديها لمين؟ مش فاهم انا فاكر سيادتك يطلع قانون بتخفيض رسوم المأذون، انما 30,000 جنيه في زمن اخبر والشباب طالع متخرج ما بيشتغلش. وبعدين هو انا بتجوز، هو انا لما بتجوز الحمد لله يا رب انا اتجوزت زمان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنتش هتجوز والله لو لي 30,000 جنيه، والله ما كنت هدفع ولا مليم، ولا خليك عند امك. ادفع 30,000 جنيه ليه؟ ما كفايه هجيب الشبكه، وكفايه هصرف عليك طول النهار وانت والعيال. انما للاسف الشديد هو في يا جماعه ايه اللي في البلد؟ وبعدين انا ما اعرفش اتجوز الا لما اروح للقاضي يقول لي اتجوز ولا ما اتجوزش. انا اعرف ده يا جماعه لما اكون قضيت. والخلع برضه لازم يتلغي بصراحه. قانون الخلع ده انا من اول يوم مسميه قانون بيسموه ايه؟ خلو الرجل. بتشجعوا البنات على الانحراف. البنت تعرف واحد يقول لها كام ده، يعني ده لك كام؟ هو ده خلو رجل. والله ده مؤخر 200,000 مثلا، خد يا بنت اديهم له واخلعي. وبعدين قانون ما فيهوش لا استئناف ولا نقد ولا في حاجه. هو في كده يا جماعه؟ لا، احنا مجتمع اسلامي، هو ده مجتمع اسلامي، واللي بيحصل ده بيخرج عن. وعايز اقول للشيخ الازهر، ما حضرتك ما تتحرك انت ولا المفتي، سيبك منه. المفتي يفتي زي ما الناس عايزه، تمام؟ ولا حضرتك بس المفتي يطلع يقول لك رمضان هيبدا امتى ورمضان هيخلص امتى. ده مش دورك. لا، انت ليك دور تاني خالص، انت ومولانا فضيله الشيخ الازهر. لما نقول 30,000 جنيه يتقال ليه؟ والقاضي اللي يقول يتجوز ولا ما يتجوزش برضه سؤال ليه؟ مالي يقول لك ايه؟ انا راضي وهو راضي وانت مالك يا قاضي. على فكره ده كان مثل زمان تقريبا بيتطبق دلوقتي، البنت والواد كده، انا راضي بيها وهي راضيه بيا، انت مالك يا قاضي؟ انما انتوا بتتفننوا ازاي تعكننوا على الناس.